يا اهلا بيكم في حلقه جديده في قناتنا. النهارده هنتكلم عن شخصيه مميزه جدا وشخصيه قريبه لقلبي، وبعتبره واحد من افضل الممثلين في الالفيه الجديده. هنتكلم عن احمد مكي. لو انت عايش في الوطن العربي وخصوصا في مصر فانت اكيد سمعت عمل من اعمال احمد مكي، اكبر مثال على تعدد الشغف. وانا شايف ان احمد مكي حاله لازم تدرس. احمد مكي كان ممثل ومخرج وكاتب ومغني راب مصري. في حلقه النهارده هنعرف ليه احمد مكي هو حرباء السينما المصريه، وليه لازم نتكلم عن احمد مكي. في اعتذار عايز اقوله قبل ما نبدا الحلقه. في الحلقه بتاعت ليه لازم نتكلم عن مروان حامد هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت. غلطت غلطه بسيطه وقلت ان وحيد حامد مخرج وهو وحيد حامد في الاصل سيناريست. بعتذر على الغلطه دي، والناس في الكومنتات يعني قامت بالواجب الصراحه، وكان في كميه جلد مش طبيعيه. فاتمنى لو في اي غلطه بغلطها في الفيديوهات يعني تساعدوني في الكومنتات تحت والدنيا تمشي يعني. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. عشان نتكلم عن احمد مكي في الموضوع محتاج وقت كبير جدا، لانه مش ناجح في مجال واحد، لا ده على قد ما هو نجح في التمثيل فهو كمان نجح في الاخراج ونجح حتى في الاغاني الراب بتاعته. فالافضل ان احنا نقسم الحلقه، يعني نتكلم عنه الاول كمخرج، وبعد كده نتكلم عنه كممثل ورحلته في عالم التمثيل، بعد كده نتكلم بقى عن ايه اغاني الراب بتاعته. وقبل ما تكمل الحلقه لازم تعرف انك مش هتشوفني على اليوتيوب تاني. للاسف عايز المشاهد، انت مش هتشوفني فعلا على اليوتيوب تاني الا لو عملت اشتراك وفعلت جرس التنبيهات وعملت لايك للفيديو. ولو عندك اي سؤال في الحلقه طبعا تقدر تسيبه تحت في الكومنتات. ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنتكلم فيها عن بعض الممثلين المخرجين، فتحت في الكومنت لو في ممثل او مخرج مصري امريكي كوري ان شاء الله حتى ايراني اكتبوا تحت في الكومنت وهنعمل عنه حلقه ان شاء الله. اول فيلم من اخراج احمد مكي كان بعنوان ياباني اصلي. بعد كده عمل الفيلم الايقوني اللي بعتبره واحد من افضل الافلام او من افضل 10 افلام مصريه كوميديه انا سمعتهم في الالفيه الجديده. تعال اصدمك واقول لك ان الفيلم اللي احمد مكي عمله اللي هو الفيلم الاصلي ما كانش الفيلم اللي مثل فيه احمد الفيشاوي. الفيلم الاصلي كان جامد كرييتيف وكان جريء جدا، واعتقد انه كان كوميدي اكتر. هحاول اسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، ابقى ادخل اتفرج عليه هيعجبك جدا. اما بقى بالنسبه للتمثيل فهو شارك في فيلم ابن عز، وده كان يعتبر اول دور ليه لسنه 2001. يخرب بيت شعرك. انا اللي عملت لك السربرايز دي. بص بقى، في فودكا، في تكيلا، في ايد يا فيري، دي مخلل. وفي 2004 كان هو السواق في فيلم تيتو. بعدها في 2007 تبدا حياه احمد مكي تتغير تماما لما يعمل شخصيه اتش دبور في فيلم مرجان احمد مرجان. اتش دبور، اتش اختصار هيثم دبور. دي كانت بدايه مكي للنجوميه وظهور موهبته الحقيقيه، لان من كتر تمكنه وتقمصه للشخصيه اصحابه القريبين منه افتكروا ان دي شخصيه او جزء من شخصيه احمد مكي الحقيقيه. وفي البدايه لما كان حد يشوف الممثل او يشوف احمد مكي ما كانش بيقول عليه مكي، كان بيقول عليه اتش دبور. ما كانش لسه حتى اسمه الحقيقي اتشهر بين الناس على قد ما الشخصيه اللي مثلها اتشهرت وكان لها شعبيه كبيره جدا. وبسبب الشعبيه دي في سنه 2008 ياخد البطوله المطلقه في فيلم اتش دبور، وفي نفس السنه يشارك في فيلم البيبي دول. بالمناسبه يعني الفيلم ده جامد جدا، ابقى اتفرجوا عليه هيعجبك. قصه اتش دبور باختصار وبدون حرق الاحداث لان احنا هنا مش بنحرق الفيلم الا في حالات خاصه. دبور الشاب الطايش الروش الجامد كيك، بعد مصادره كل فلوس ابوه بيضطر ان هو يحاكي او يتعامل مع الطبقه العامله. المهم دبور هيحب ارواح بنت العم سيريانوسي. او المناسبه يعني فيلم اتش دبور من الاعمال اللي هي السهل الممتنع، حاجه كده تحس انها سهله وفي نفس الوقت صعب حد يعملها، كوميديا عمرها ما هتموت. ادخل اتفرج عليه دلوقتي لو انت ما سمعتوش. واعتقد ان مفيش حد يعني مصري عموما ما سمعش فيلم اتش دبور. ففي فيلم اتش دبور سامح حسين عمل شخصيه بلطجي بطريقه يعني الشخصيه كانت جامده وعجبتني. ومن الحاجات اللي مضايقاني ان سامح حسين يعني ما شفناهوش كتير الفتره اللي فاتت، وهو من الممثلين اللي مش واخدين حقهم برغم الموهبه الكبيره اللي عندهم. نرجع لموضوعنا. بعدها مكي في 2009 يعمل فيلم تورنتا. ليه بقى؟ تعال اقول لك ليه. تعال قرب زوم كمان. بس مكي لما لقي الناس كلها قالت ان احمد مكي يستحيل يطلع بره شخصيه اتش دبور وهيقع في نفس الغلطه اللي اغلب الممثلين بيقعوا فيها، انهم يدخلوا في شخصيه او في دور معين ويفضلوا ماسكين الدور ده زي محمد سعد. واتكلمت في الفيديو اللي فات وهتكلم في الفيديو ده، هتكلم في الفيديو الجاي واقول لكم ان محمد سعد يا جماعه خرجوه بره اطار الكوميديا. يا جماعه محمد سعد حطوه في ادوار دراما، ادوا له دراما بس الفتره الجايه لو هيعمل حاجه، واتمنى طبعا اشوف له حاجه الفتره الجايه. فاحمد مكي قال لك انا بقى يعني انا مش هكسر اتش دبور بشخصيه جديده، لا ده انا هديكم 7 شخصيات. بالمناسبه يعني عشان بس ايه تبقوا عندكم خلفيه عن الموضوع، فيلم تورنتا مقتبس من فيلم امريكي اسمه بي دازل. مش معنى ان في فيلم عربي مقتبس من فيلم امريكا او فيلم اجنبي دي حاجه وحشه، بالعكس ممكن الفيلم العربي يكون افضل من الفيلم الاجنبي. وده اللي عمله احمد مكي في فيلم تورنتا. الفيلم كان افضل من الفيلم الاجنبي بكتير جدا، لان الفيلم الاجنبي يعني كتله
كتله من الكرنج وحاجه ما تقدرش تتفرج عليها. قصه فيلم طير انت باختصار وبدون حرق الاحداث الا لو احنا مضطرين ان احنا نحرق الاحداث دي، اتمنى تكونوا حفظتوا الكلام. دكتور بهيج دكتور بيطري عايش لوحده بعد وفاه جده، بيقع في حب ليلى، وفي يوم عيد ميلاده هيقابل مارد، ومارد هيحقق له 7 امنيات. فبهيج هيقرر ال7 امنيات دول انه يستغلهم علشان يبقى في حياه 7 شخصيات. يعني هو من وجهه نظر بهيج انهم لما الشخصيات دي تكون ناجحه وشخصيات مهمه فليلى هتحب. طبعا في ال7 شخصيات دول هم شخصيتين بس اللي هنتكلم عنهم، والباقيين مش مهمين قوي معانا. اول واحد كان مدرب رياضه ميشو. تاني واحد ودي اهم شخصيه ودي كانت بدايه لسلسله اعمال ناجحه وهي شخصيه الكبير، واقتبس منها مسلسل الكبير قوي وحققت سلسله نجاحات كلنا طبعا عارفينها. الثالث المطرب سوبه، والرابع الكابتن حسن شحاته، والخامس هندي ما عرفش يتجوزها علشان طلعت اخته، يعني كلاشيهيات هنديه برضه. والسادس راجل خليجي ممكن اغلب الناس تفتكر انه سئيل او الافيهات بتاعته ما كانش حلوه، بس انا صراحه كنت بضحك على الافيهات بتاعته. السابع ودي حركه يعني كانت صايعه قوي من احمد مكي، عمل شخصيه اتش دبور. ولما قابل ليلى في الديسكو جت بنت الحاج سيريانوسي ارواح وكانت لابسه فستان فرح، اللي هو حاجه كده شغل مالتي فيرس اللي هو بتاع ايه مارفل بقى ودي سي والكلام ده. يعني لا كانت حته جامده الصراحه. بجانب احمد مكي الممثل اللي يستحق الاشاده في الفيلم ده هو ماجد الكدواني. ماجد الكدواني يعني من زمان وهو بيثبت لنا انه ممثل كبير جدا ومش ممثل سهل على فكره. يعني بعد فيلم طير انت في 2010 قال لك انا هكسر القاعده واقدم لكم شخصيه جديده. يعني طب يا عم مكي يعني حاول تعمل زي الممثلين المصريين التانيين او اغلبهم يعني، وتحلب الشخصيات اللي انت قدمتها في طير انت او في اتش دبور او قال لك لا انا هديكم شخصيه حزلقوم. حزلقوم شخصيه مختلفه تماما عن كل الشخصيات اللي فاتت. القصه باختصار بتتكلم عن حزلقوم. حزلقوم هيبقى شبه الدراع اليمين لعزام، وعزام ده يبقى تاجر مخدرات كبير جدا، عشان كده هيجيبوا حزلقوم ويعملوا له عمليه تجميل عشان يبقى شبه الدراع اليمين لعزام. وفي الفيلم برضه اللي اداؤه كان عظيم برضه وماجد الكدواني برضه. يعني ماجد الكدواني يا جدعان جامد، مش عارف اقول عنه ايه والله. وعلى فكره انا هنا مش قصدي ان باقي الممثلين كان ادائهم وحش، لكن اللي شدني وحبيته اكتر من وجهه نظري هو الممثل ماجد الكدواني في الفيلم. لكن باقي الممثلين طبعا ليهم كل الدعم والاحترام والتقدير. وطبعا مش هننسى الجمله الجامده التاريخيه اللي اتقالت في الفيلم، حزلقوم اعمل الصح يا حزلقوم اعمل الصح. اما مسلسل الكبير فصعب تكون مصري وما سمعتش مسلسل الكبير في قعده رمضانيه انت والاسره الكريمه. مسلسل الكبير القصه باختصار بيتكلم عن الكبير قوي اللي هو عمده المزاريطه. هيكتشف في يوم وفاة ابوه ان ليه اخ امريكي والاخ ده اسمه جوني، وبعد كده يكتشف ان ليه اخ تاني اسمه حزلقوم، وبعد كده يكتشف ان ليه اخ رابع اسمه مش فاكر السوداني والله كان اسمه ايه، بس هبحث عن الاسم واكتبه لكم وانا اسف جدا. المسلسل كان جامد برغم ان كان فيه سيزون او 2 كانوا ضاربين، الكوميديا بتاعتهم كانت بشعه جدا. ليه الكوميديا بتبقى بشعه في بعض الاعمال الفنيه؟ لان الاعمال الفنيه لازم يبقى فيها صراع او مشكله، وخلال حلنا للصراع والمشكله دي بتحصل الكوميديا. انما الكوميديا بلا هدف اللي هو كوميديا لمجرد الكوميديا يعني لا ما بتجيبش سكه معايا الصراحه، ولا اعتقد انها هتجيب سكه مع المشاهدين اصلا. 2011 عمل سيما علي بابا، وده يعتبر اول فيلم مصري فانتازي ما عجبنيش ومش هتكلم عنه. 2013 عمل فيلم بعتبره من افضل افلام الالفيه ومن افضل 10 افلام انا سمعتهم، فيلم سمير ابو النيل. سمير ابن عمه الغني المليونير اللي معاه فلوس كتيره جدا هيصاب بمرض او هيقنع سمير ان هو اتصاب بمرض علشان يسيب له فلوس كتيره جدا، وسمير يبدا يشغل الفلوس دي. فاول حاجه يعملها سوشيال ميديا، افتح قناه والقناه بتكسر الدنيا تجيب لي اعلانات تجيب لي فلوس. احمد مكي من كتر ما هو اتقمص شخصيه سمير ابو النيل نساك كل الشخصيات اللي عملها في السنين اللي فاتت، نساك ال7 شخصيات اللي عملوا في طير انت، نساك شخصيه حزلقوم، نساك حرفيا كل حاجه، وخلاك تعتقد ان سمير ابو النيل ده لا ده حاجه جديده حاجه مختلفه ليفل تاني. يعني مين ده؟ يعني تقدر تقول حرفيا ان احمد مكي هو حرباء السينما المصريه. احمد مكي ممثل يقدر يغير جلده بسهوله، يعني بيغير صوته وملامح وشه وتعابيره وشخصيته ويقنعك انت كمشاهد ان الشخص ده شخص مختلف تماما عن اي شخصيه انت شفتها للممثل ده. زي ما السينما الامريكيه فيها جوني ديب اللي هو حرباء السينما الامريكيه، احنا عندنا احمد مكي يا جدعان. طبعا واحد هيجي دلوقتي في الكومنتات ويقول لي طب واحمد زكي راح فين ومحمود المليجي وكل الممثلين دول؟ انا بتكلم عن الالفيه الجديده، عن من سنه 2000 لحد النهارده اللي هو تديله لقب حرباء السينما المصريه فهو احمد مكي. بجانب اخراجه الفيلم الحاسه السابعه شارك في اخراج مسلسل لحظات حرجه، وشارك تقريبا في حلقه او 2 في مسلسل شباب اونلاين. فانت كمشاهد ما تحصرش احمد مكي في فيلم او مسلسل او حاجه، لا اتفرج على كل افلامه كل حاجه وعملها، وحرفيا كل حاجه عملها هتعجبك، مفيش ولا حاجه جلت منه
ممكن نقول ان فيلم سيما علي بابا هو اللي كان ضعيف شويه. طب بالنسبه لموضوع الراب جه معاه ازاي؟ مبدئيا كده احمد مكي كان بيحب تربيه الطيور الجارحه، فكان بيروح ابو ظبي كتير، كان بيقعد مع ناس من امريكا ومن الحتت دي فكانوا بيسمعوا راب، فراحت جات له فكره البوم اصله عربي، اللي واحد من اهم اغانيه من وجهه نظري اغنيه قطر الحياه، واللي بسببها مدمنين كتير جدا اتعافوا من الادمان، وده حتى بشهاداتهم وهم اللي كتبوا كده. يعني ده واحد بيقول حقيقي الكليب ده الوحيد اللي كان بيشجعني اروح المصحه من غير تردد، الحمد لله بسبب الكليب ده بطلت كل انواع المخدرات وجسمي وصحتي وشكلي بقى احسن وحياتي كلها اتغيرت 180 درجه. حقيقي انا مش ممتن لاي حد في الدنيا غير مكي، لانه بسبب الكليب ده انا عايش ومبسوط وراضي عن نفسي وشاطر في شغلي، والله بحبك يا ميكي. فدي اقل حاجه ممكن تشوفها لتاثير السوشيال ميديا على حياه الناس. واحد تاني بيقول في وقت من الاوقات كنت مدمن جدا وكنت بحب اسمع الاغنيه دي وانا ضارب، حاليا بقالي اكتر من سنه مبطل، وحقيقي ساعات بسمعها وفعلا حسيت بكل كلمه فيها، ما كنتش متوقع ان يجي يوم ابطل بامانه. يا جماعه يعني الكومنتات ده حرفيا لمستني. في بدايه الالبوم اللي هو المقدمه كان بيحكي ازاي ان الراب ده اصله عربي، والاغنيه اللي بعدها بيقول لك ايه الراب ده اصلا، وان هو بيتكلم عن ان الراب ده اصلا لغه الشارع. وبعد كده نزل اغنيه الحاسه السابعه، اغنيه بتلمس قلوب الشباب. وبعد كده نزل اغنيه منطقتي، واحمد مكي دايما يوريك ان هو بيحب منطقته اللي هي الطلبيه. وبعد كده نزل اغنيه زمان سكتش، يعني فيها كميه نوستالجيا مش طبيعيه، وايام زمان ومية مية كانت هتفرق في الوداع. وبعدها ختم الالبوم باغنيه مؤخره اللي هي عكس مقدمه، هو سمى الاغنيه كده. وطبعا في اعمال كتيره احمد مكي عملها احنا ما قلناش، يمكن لان مفيش كلام كتير يتقال عنها او مش هتضيف حاجه كتيره للحلقه. وفي كلام مع شاهد في مسلسل عن التوربيني اللي هو السفاح اللي كان بيقتل الاطفال، وانا متوقع ان احنا نشوف حاجه جامده وقويه جدا من احمد مكي. بس كده دي كانت كل حاجه، سلام. وقفة نصية زمان ادتنا ازاي نملك لسان موزون بيلاغي الصايع والضايع والجنتلمان كله